الفيديو ده لو انت شفته كاملا من بدايته لنهايته فانا اضمن لك انك تقدر تسافر اذربيجان في اي وقت من غير ما تحتاج مساعده اي شخص او شركه سياحه. ليه؟ لان ده هيبقى حرفيا في كل حاجه شامله السفر، من الطيران للاوتيلات للفسح للاكل لكل حاجه ممكن تعملها في اذربيجان. اذربيجان من الدول العابره للقارات، جزء منها في اسيا وجزء منها في اوروبا، ليها حدود مع روسيا وتركيا وجورجيا وايران، كمان بتطل على بحر قزوين بلد روحها قريبه من تركيا. عمله اذربيجان اسمها المانات، وواحد مانات حتى هذه اللحظه هو بيساوي 18.11 جنيه. خليني اقول لك ان الدوله دي دوله غنيه، عندهم بترول، بلد غنيه جدا، عملتها قويه جدا، علاقتها بالدول اللي حواليها كويسه جدا. عاصمه اذربيجان هي باكو، وباكو بالنسبه لي كانت من احسن المدن اللي كانت موجوده في اذربيجان. الديانه الرسميه في اذربيجان هي الاسلام، ولكن الاسلام هناك على البطاله، ومع ذلك هتلاقي مساجد في منها السنه والشيعه. بالرغم ان اذربيجان مدينه مسلمه الا ان انا ليا 3 ايام لغايه دلوقتي تقريبا ما لمحتش ولا مسجد ولا سمعت اذان ولا اي حاجه. وحتى بالصدفه ان انا لقيت ان النهارده الجمعه فكرت ان انا انزل اصلي الجمعه، وحتى هذه اللحظه انا مش لاقي مسجد مش لاقي مسجد بجد. يا فرج الله، تقريبا انا سامع صوت الدين مش مصدق نفسي. انا ليه ساعه بلف يا جدعان. الحقيقه اكسبيرينس صلاه غريبه جدا. انا ما فهمتش اي حاجه. انا دخلت صليت، الصلاه مختلفه، الكلام اللي بيتقال مختلف. انا كنت فاكر ان هم هيقولوا مره الخطبه بالعربي ومره بالازري. استغربت ان مفيش حاجه، انا مش فاهم اي حاجه، مفيش اي حاجه. حتى الصلاه نفسها، يعني الصلاه احنا عارفينها، الخطبه ممكن تختلف لكن الصلاه ممكن الصلاه زي ما هي. الصلاه نفسها مختلفه. يعني اول ركعه ما حدش قرا اي حاجه، مفيش اي حاجه اتقرت. فجاه لقيت نفسي بنركع ونسجد، الموضوع كان غريب. بعدين لقيت كل واحد بيخش بحجر كده، انا ما فهمتش ده ايه، بس اعتقد هم بيحطوه عشان خاطر علامه الصلاه، او انا مش فاهم، بس هو حاجه غريبه. المهم لما خرجت سالت واحد كده شكله ايه هندي، فطلع بيتكلم انجلش كويس الحمد لله. ففهمت ان المسجد ده مسجد شيعي فمش سني، فالموضوع مختلف، الموضوع مختلف ورايح في حته تانية خالص. بس يعني كاكسبيرينس هي غريبه. تأشيرة أذربيجان من أسهل التأشيرات اللي أنت ممكن تاخدها وأنت في مصر. كل اللي أنت محتاجه عشان تاخد الفيزا دي باسبورك، ويكون موجود فيه تأمين المسافر، صورتين ليك، QR كود كورونا وده بتطلعه من أي مكتب صحة جنبك، حجز طيران وحجز هوستل، و$20 تمن الفيزا بتعمل لهم إيداع في بنك بيقولك عليه هناك لما بتروح. تستلم الفيزا بعد 7 أيام. مواعيد العمل الرسمية في السفارة أحد وثلاث وخميس من الساعة 10 للساعة 12. الطيران بقى أنا كانت تجربتي مختلفة شوية في الطيران، لأن أنا ما كنتش عايز اغامر في اول مره اسافر فيها واروح طيران اي كلام، رحله تتكنسل، ما الاقيش حد يساعدني في المطار نفسه. فانا كنت متعمد ان انا ادفع فلوس ازيد واشتريت تيكت طيران من طيران العربيه. انا دفعت كام؟ دفعت 14,000 جنيه في الطيران. في نفس التوقيت ده قابلت ناس سافروا عن طريق ويز اير، كانوا دفعوا حوالي 9,000 جنيه رايح جاي. فاللي نقدر نقوله في موضوع الطيران ده ان الطيران متنوع، كل ما حجزت بدري كل ما كان ارخص، كل ما حجزت في اوقات اوت سيزون كل ما كان السعر هيكون الطف. فمش هقدر اقول معلومه شارب في الحته دي. اول يوم وصلت فيه وانا في المطار حد نصحني نصيحه غبيه جدا، قال لي ما تشتريش خط، اشتري خط من وسط البلد عشان سعره بيكون ارخص. انا سمعت الكلام، ولكن بعد كده اكتشفت ان هو مش ارخص ولا حاجه. ولكن بقى وقعت في مشكله، الا وهي ان انا كنت محتاج اطلب اوبر او بولت. اكتشفت ان بولت محتاج رقم، محتاج تكتبه برقم، ورقمك المصري مش شغال. فكانت ليله بقى، يعني كان حوار وكان موضوع صعب، بلس ان انت محتاج نت علشان تطلب بولت، فكنت محتاج تفضل في المطار. فنصيحه اشتري الخط من المطار حتى لو غالي، دي اهم حاجه ممكن تعملها. الحاجه التانيه انك حتى لو مش ناوي تغير فلوسك في المطار، غير جزء بس علشان المواصلات اللي هتدفعها. انا اتصرفت ازاي في المشكله دي؟ اشتريت كارت المواصلات. كارت المواصلات بتشتريه ازاي؟ لما بتخرج من المطار في ATM كده، هو مش ATM، هو جهاز كده كبير بتحط فيه 2 منات وبيطلع لك كارت زي ده كارت المواصلات. الكارت ده تستخدمه في المترو، في الباص، باسعار عبيطه جدا.
انا حطيت 2 منات في الاي تي ام وبعدين شحنته ب8 منات. ال8 منات دول تقريبا كفوني لمده 13 يوم في الرحله. خدت الباص من قدام المطار وصلني لحد السيتي سنتر، تقريبا اتمشيت 10 دقايق. كانت بهدله بالشنط بس كان حالي الوحيد، ما كنتش عارف اطلب اوبر ولا عارف اطلب بولت. انا كنت حاجز في هوستل اسمه ترافل ان، وده موجود وسط البلد قريب جدا من نظام سكوير ومن كل الاماكن اللي انت ممكن تزورها في باكو. ترافل ان هوستل حلو جدا، نضيف جدا، الناس اللي فيه متعاونه جدا وفريندلي بشكل عظيم جدا. ولكن انا كان عندي فيه مشكله، 90% من الناس اللي كانت مقيمه في الهوستل ده هم ناس من باكو او من بره باكو، من اذربيجان نفسها، بيشتغلوا في باكو وقاعدين فيه. فما كنتش حاسس بمود السفر قوي وانا في الهوستل ده. قعدت 5 ايام، بعديها رحت هوستل تاني اسمه ساحل هوستل. ده كان مختلف جدا، هوستل نضيف جدا، اكبر، جلوبال اكتر. عرفت فيه على ناس من جنسيات كتير قوي. بدأنا نخرج سوا وبدأنا نزور اماكن مع بعض. اتعرفت على شخص من تركيا وقررنا احنا ننزل نستكشف المدينه سوا. يا جماعه صاحبي اخويا التركي ما بعرفش اتكلم عربي. بتتكلم عربي؟ What? No. Only يا حبيبي. صحيت الصبح بدري ورحت زرت مكان مشهور جدا هناك اسمه نظام سكوير. ده اشهر مكان في باكو واشهر ميدان ممكن تشتري منه هدايا، ممكن تاكل منه، ممكن تتمشى، تتفسح، تتصور، تعمل اي حاجه، زي وسط البلد عندنا كده، بالتحديد شارع الالفي. وبعدين رحنا اولد تاون. ايه الاولد تاون دي؟ المفروض ان هنا اقدم مكان موجود في اذربيجان، ومعروف بان هنا زي ما بيقولوا السكان الاصليين، الناس اللي كانت عايشه هنا من الافات السنين عايشين في المدينه دي، اولد سيتي. في المدينه القديمه ممكن تزور مكانين. برج العذراء ده بصراحه ما كانش الطف حاجه يعني، تمام، حاسس ان هو تمام عادي جدا. كمان تمشيه في الاولد تاون وتصورنا شويه صور حلوه جدا، ورجعنا بالليل على الهوست. الحاجات الحلوه جدا في باكو ان انت طول ما انت ماشي بتلاقي فنانين بيلعبوا مزيكا، مدين للشارع روح حلوه جدا وبهجه لطيفه جدا. كده رحنا البوليفار. المفروض ده الساحل بتاع باكو اللي عليه بقى يعني ده النيل بتاعنا، ده ممشى اهل اذربيجان. كان واسع جدا بيطل على البحر، الناس هناك بتقعد، ممكن تشرب حاجه، ممكن تاكل، ممكن تعمل اللي انت عايزه. انا كنت بروح هناك كل يوم، كنت بجيب اي حاجه اكلها ابدا يوم من هناك. كمان وانت في البوليفارد ممكن تعدي على عين باكو، بتبقى شكلها حلو جدا بالليل، بس انا ما لحقتش اروح بالليل فكنت شفتها بالنهار. في هناك حاجه اسمها ليتل فينيسيا، حاجه مصغره من فينيسيا المدينه اللي في ايطاليا، وهي عباره عن بحيره كده صغيره لطيفه، مشينا فيها الموضوع كان كويس. من الاماكن كمان اللي احنا زرناها دانس مول، حرفيا في كل محطه مترو ممكن تروحها في هناك مول، ومول كبير جدا ممكن تدخل تشتري فيه اللي انت عايزه، سواء اكل، لبس، هدايا، اللي انت عايزه. اسعار اللبس هناك بصراحه غاليه جدا، فانا ما انصحش حد ان هو يشتري. بعد كده زرنا مكان وده الاقرب لقلبي، وهو مركز حيدر علي. رئيس الجمهوريه السابق عمل المكان ده وجمع فيه كل تراث البلد موجوده في هذا المكان، مزيكته، اللبس بتاعه، تاريخ، كل حاجه تخص البلد هتلاقيها موجوده جوه. تيكت المكان ده كانت ب 15 منات، مفيش مكان في باكو هيعدي التيكت بتاعته اكتر من 15 منات. بعد كده زرنا مكان اسمه هايلاند بارك. ده بقى المفروض اعلى حته في باكو، بتروحوا بحاجه اسمها القطار الجبلي، تدفع له تقريبا حوالي 1 منات او 2، والقطر ده بيوديك هايلاند بارك. حاجه كانت حلوه جدا في هايلاند بارك، وفي هناك مطاعم. الاماكن كمان اللي رحتها كانت لطيفه نوعا ما. مكان اسمه يانر دوج، وده كان بعيد شويه عن باكو، خدنا ساعتها تاكس دفعنا له 6 منات. ده جبل يقال ان هو ليه الاف السنين مشتعل. ليه مشتعل؟ عشان هو تحتيه بترول، مهما حصل الجبل ده مش بينطفي. طب لو الدنيا مطرت، الدنيا بتمطر، النار بتطفي وبيرجع يولع تاني من نفسه. كمان جوه المكان ده ارض واسعه كتير جدا، وفي زي سنتر بيأجر حاجه شبه السكوتر ممكن تاخدها وتتجول بيها في المكان. كانت لطيفه، انا ما عملتهاش بس كنت شايف الناس مبسوطه وهي بتعملها. تزور معبد النور. بصراحه انا ما كنتش انترست ان انا اروح فما روحتش، وبعديها شفت شويه فيديوهات على اليوتيوب للمكان ده، حسيت ان الموضوع مش احسن حاجه، فعشان كده ما روحت. تقريبا دي كل حاجه عن باكو. انا قعدت في باكو تقريبا حوالي 7 ايام. بعديها قررت ان انا ازور مكان مختلف، مدينه اسمها جوبا. الاتوبيس
5 منات ونص. اتعرفت على شخص هناك قبل ما اروح، جه استقبلني بالعربيه بتاعته وحرفيا لففني في البلد كلها. بعديها رحنا قريه، دي اقرب قريه لجوبا، اسمها تقريبا كسرتش. المكان ده جامد جدا، عباره عن مكان ريفي. للاسف انا كنت في التوقيت ده كان الخريف، كانش فيه شجر ولا كان فيه حتى ثلج، وقعدنا في كافيه جوه الغابه نفسها. مود حلو قوي، مريح للاعصاب بشكل عظيم جدا. جوبا عباره عن جزئين، جزء خاص باليهود وجزء خاص بسكان اذربيجان، وفي بينهم جسر بيوصل المكانين ببعض. الاول على الجزء اليهودي، وده كان فيه عباره عن معبد وكذا مكان خاص بديانتهم. الجزء ده من المدينه هو فاضي تماما، هادي جدا، فاضي، ما فيهوش سكان، ما فيش بيوت ادوار، كلها عباره عن بيوت ريفيه يا اما قصور وفلل. الجسر ده عباره عن جسر بيفصل ما بين الحي اليهودي اللي عايش فيه اليهود والحي اللي عايش فيه الناس من اذربيجان. جزء تاني من جوبا وده كان خاص باذربيجان. منطقه لطيفه جدا، منطقه هاديه جدا، سكانها طيبين جدا جدا جدا. طول ما انت ماشي الناس بتبتسم لك، بترحب بيك، في ناس بتحاول تعزمك عندها في البيت. انا قعدت في كافيه وكنت متوتر شويه ومقلق، الناس عماله تبص لي، وبعدين فجاه حد جه قعد معايا، قعد يتكلم معايا ويرحب بيا وخد رقم تليفوني، وانا طول القعده مستني اي عوق يحصل في الموضوع. وفجاه مفيش اي حاجه حصلت وتمام، والراجل مشي. كل اللي كان بيعمله بس ان هو كان بيرحب بيا في البلد. الموقف ده اتكرر كتير قوي طول ما انا موجود في المدينه دي. انا كنت ناوي اقعد هناك ليلتين، ولكن حسيت ان انا لفيت المكان كله في يوم واحد. قضيت الليله دي عند شخص اتعرفت عليه على الكاوتش سيرفنج، لان الاوتيلات كانت غاليه جدا. تاني يوم الصبح قررت ان انا اروح ازور مكان اسمه خناليك، ودي بجد من احلى الاماكن اللي انا زرتها في اذربيجان. مشكله خناليك ان هي مدينه محتاج ساعتين بالعربيه علشان تروح من جوبا. لو رحت موقف الاتوبيس مش هتلاقي خط رايح خناليك، مش هتلاقي اي مواصله بتروح خناليك الا لو اجرت تاكس او عربيه خاصه توديك هناك. متوسط الاسعار هناك 100 منات للرحله. لقيت سواق محترم جدا وخد مني 50 منات. الطريق لخناليك نوعا ما شاق شويه، طول الطريق طالع على جبل، كانت مغامره حلوه قوي. خناليك عباره عن قريه موجوده على قمه هضبه، متحوطه بجبال جليديه في كل مكان. القريه دي معزوله تماما عن اذربيجان كلها. مفيش نت، مفيش تليفون. الناس هنا اعتقد بيتكلموا لغه تانية غير اللي موجوده. الموضوع عظيم بجد. هاي الراجل ده جامد. تشكر. في هناك اوبشن ان انا اقعد هناك في جيست هاوس، ولكن عشان الوقت ما كانش ينفع اعمل كده. قعدت هناك حوالي ساعتين، لفيت القريه كلها حته حته، صورنا شويه صور حلوين ورجعنا على جوبا. وانا في باكو اتعرفت على مجموعه من الناس مسافرين زيي. قررنا ان احنا نروح مدينه اسمها شاكي تقريبا حوالي 5 ساعات بالباص من باكو. اتحركنا الساعه 2 تقريبا ودلوقتي في الطريق. شاكي زيها زي جوبا، مدينه هاديه ولكنها مدينه سياحيه، فما تامنش قوي للناس هناك. احنا قررنا ان احنا نجرب اكسبيرينس سكن مختلفه، فقعدنا في جيست هاوس اسمه هوست هاوس، موجود على بوكينج، صاحبه اسمه افغان. الجيست هاوس ده على الجبل، فانت شايف المدينه كلها من عندك. تكلفه الجيست هاوس ل3 اشخاص كان 45 منات. كمان كان عندنا اوبشن ان احنا نروح مكان اسمه سنترال هوستل، وده كان هوستل مكان من جوه شيك قوي، نظيف قوي. وكانت تكلفة السرير 12 منات، ولكن احنا كنا حابين نجرب حاجة مختلفة فقعدنا في الجيست هاوس. الصبح كنت تعرفت على شخص تاني على الكاوتش سيرفنج، قرر ان هو يعمل لنا جولة في شاكي. بدأ يلففنا في المدينة القديمة في شاكي، ويورينا المحلات والشوارع، وبعدين ودانا كافيه كده، ده زي كافيهات وسط البلد كده، بيقعد عليه الناس السكان الاصليين القرية اللوكال. ناس هناك بجد لطاف قوي. تعرفنا على ناس هناك، وفجأة عزموا علينا احنا نقعد معاهم نلعب طاولة ونشرب شاي. في شاكي في نوعين من السكر. ده سكر المصنع عادي، وده سكر بيتعمل في البيت. مش هو ليه اصفر وبينك، بس نجربه. بعد كده الشخص ده خدنا طلعنا الجبل عشان نشوف المدينه من مكان اعلى من اللي كنا فيه في الجيست هاوس. المدينه ما كانتش الطف حاجه، المدينه كان شكلها من فوق ما كانتش الطف حاجه، وده لان احنا كنا في وقت الخريف. اللي عرفته ان انت لو رحت في الصيف انت هتشوف منظر عظيم جدا. بعد كده رحنا
نتغدى في مطعم، والمطعم ده معروف انه بيقدم اكله اسمها بيتي. ايه بيتي دي اكله عباره عن لحم جدي بيتسوى بالدهون مع الحمص والقراصية، بيتحطوا كلهم في فخار وبينزل. دي طريقه كده بيتاكل بيها بالعيش، بتقطع العيش تحط عليه الشوربه وبعدين اللحمه وبتاكل. اكله تقيله قوي، ولكن على سبيل التجربه فهي تجربه لطيفه. بعد كده رحنا مكان اسمه كارافان خان، هو مكان قديم، حاسس ان هو شبه وكاله الغوري عندنا قوي، نفس الستايل. وكمان كان في اوبشن ان انت ممكن تقعد هناك تاخد ليله او ليلتين تقعد هناك في المكان دوت. طول ما احنا في شاكي ما كانش عندنا خطه نروح فين. 3 اشخاص بدأوا الرحله رايحين شاكي مش عارفين هنعمل ايه، هنقعد كام ليله كام يوم، مفيش اي حاجه. واحنا هناك اقترح علينا حد من الناس اللي هناك ان احنا لازم نزور زاجاتالا. زاجاتالا ديت مدينه، انا مش متاكد هي مدينه ولا، تقريبا هي 1.5 ساعة من شاكي. ما كانش في اوتيلات كتير في زاجاتالا. صديق ليا كان موجود هناك قبلي باسبوع، بعت لي مكان اسمه توركوت هوتيل. الاوتيل ده مش الحاجه الجامده ولكنه مش وحش. الاوضه التريبل كانت ب 30 منات. قعدنا هناك الليله دي، رحنا زورنا القلعه القديمه في زاجاتالا، لفينا شويه في زاجاتالا. بعدين قابلنا شخص هناك اقترح علينا ان احنا نروح معاه مكان اسمه كاخ، قريه فيها جزء تابع لجورجيا، هاي ليفل من الطيبه. قعدنا هناك عند شخص اول مره شفنا، عزمنا في بيته، عمل لنا فطار. انا كواحد مصري انا مش فاهم اللي بيحصل. جاي منين بقى الحوار، جاي منين؟ انا طول الرحله في حاجات كتيره جدا ما كنتش مستوعبها، ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل، مش قادر أأمن لأي حد، حتى مع ان الناس طيبة جدا، بس غصب عني ما كنتش قادر أثق في أي شخص من الأشخاص. والراجل ده كان غريب، كان عمل لنا فطار، عمل لنا أكل، عمل لنا شاي، وكان بيعتذر جدا ان مراته مش هنا، ان هو ما عملناش غدا، وكانت بجد تجربة حلوة قوي. وبعدين رجعنا زاجاتالا تاني عشان ناخد الباص لباكو. قلت باكو، قعدت يوم ما عملتش اي حاجة بصراحة. كان ممكن اروح مود فولكانو بس حسيت ان كفايه. انا زرت اماكن كتير قوي وانبسطت كتير قوي، وكانت تجربتي حلوه قوي في البلد، فل و10 بجد. على قد ما اقدر اقول كل حاجه عملتها في رحلتي. لو في حاجه انا سقطتها وما قلتهاش ممكن تسالني في الكومنتات او تبعت لي مسج. وكمان تقدر تشوف ريلز اللي بعملها على اليوتيوب او التيك توك او الانستجرام، فيها حاجات تانية بشكل مفصل اكتر. شكرا.